الطائر الذي خطف القلوب رغم بساطته في عالم الطيور الملونة، حيث يزاحم الجمال الفخامة وتتنافس الأنواع في الصوت والريش والسعر. يقف طائر صغير متواضع لا يتجاوز حجمه كف اليد، لكنه يملأ القلوب بهجة والبيوت حياة. إنه البادجي، أو كما يسميه البعض الببغاء الصغير، وبلغة العاشقين أمير الطيور المنزلية. الأرخص نعم، لكنه الأغلى في الحب. قد تذهب إلى السوق فلا يلفت انتباهك في البداية، لا يباع بآلاف الدولارات مثل بعض الببغاوات النادرة، وقد لا يحمل اسما غريبا من أمريكا الجنوبية أو إفريقيا. لكن من يعرف هذا الطائر حقا يعلم أنه كنز لا يقدر بثمن. يبدأ سعره أحيانا من بضع دولارات، لكنه يعطيك ما لا يمكن أن تشتريه ب1000. صوت ناعم عذب، ذكاء مفاجئ، قدرة على التعلم والتآلف، ألفة. لا تصدق مع الإنسان. لماذا هو الأفضل في التربية؟ لأنه لا يطلب الكثير، لا يحتاج إلى أقفاص ضخمة ولا إلى تغذية معقدة. يكفيه القليل من الحب والمكان النظيف وبعض الحبوب والخضار الطازجة. ومع مرور الأيام يبدأ البادجي في التعبير عن امتنانه. يقفز إليك، يطلق زقزقة فرح عند رؤيتك، وربما حتى يقلد كلماتك إن دربته بحنان. الإنتاج قصة نجاح تبدأ من زوج. إذا أردت أن تبدأ مشروعا صغيرا مربحا وسهل الإدارة، فالبادجي هو خيارك الذهبي. زوج واحد يمكن أن ينتج أكثر من 4 إلى 6 بيضات في كل دورة، وسرعان ما يتحول العش إلى عالم صغير ينبض بالحياة. فراخ تولد كل شهرين، تنمو بسرعة وتدخل دورة الإنتاج خلال أشهر. البادجي أكثر من طائر، هو رفيق ومشروع ومتعة بصرية وصوتية. هو الطائر الذي يحب من يعتني به ويعطي أكثر مما يأخذ. ربما لا يحمل لقب الطائر الأغلى في العالم، لكنه بالتأكيد يستحق لقب الأوفى والأذكى والأكثر بهجة.